السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم وصفة سهلة جدا وبسيطة، ممكن انت تعمليها لبيتك وتفرحي اولادك بيها، وهي كنتاكي او كوكي زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو حبيتي تعملي القرمشة ديك او سر القرمشة ديك زي ما انتم شايفينها كده، عايزة اوريكم بقى ايه خلطة مميزة جدا عملتها وجربتها وكانت نافعة معايا وناجحة. ده كوكي، مش الخلطة اللي انا عاملاها خالص. حسيت ان هي القرمشة بتاعتها عجينة، مش اللي هي مقرمشة زي اللي انا بعملها ديك. اللي انا حطاها في الزيت ديك الخلطة اللي انا عملتها، ولو جربتوها ان شاء الله تعجبكم. يعني زي ما انتم شايفين كده اللي هي القرمشة باينة فيها، واللون والطعم يعني بصوا حاجة جميلة جدا، والحاجة دي يعني عجبتني. باختلاف اللي هي كوكي اللي انا جربتها، ادتني القرمشة واللون الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت، وكان جميل جدا بطعمه بقرمشته، وكان برضو ايه طعمه مميز. تعالي بقى نعرف ايه هي سر القرمشة ديك او سر اللون كنتاكي او كوكي. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا جبت وراك ودبابيس، فهبدأ بقى ايه ان انا هاخد الكمية المناسبة اللي انا اعملها، وهنا بقى ببدأ ان انا اخد على قد الكمية اللي انا محتاجاها وبسلقها. زي ما انتم شايفين كده حطيت المية على النار لحد ما بدأت ان هي داخلة على غليان، وبحط لها التوابل بتاعتها: ورق لوري، فلفل اسمر، ومعلقة قرفة، وزي ما انتم شايفين كده بصلتين صغيرين. بضيف كده المكونات مع بعضها في المية المغلية، وابدأ بقى ان انا اسقط الفراخ. طبعا الفراخ هنا الدبابيس اللي انا خدتها غسلتها كويس، نقعتها بمية وخل وملح، وببدأ بقى ايه ان انا اسلقها. او معانا طبعا المقرمشات. المقرمشات دي بقى جميلة جدا لما جربتها بان انا اعملها مقرمشات حاجة كده لخلطة الدبابيس. كانت النتيجة معايا روعة، وان شاء الله لو جربتها ان شاء الله تعجبكم. هي دي سر الخلطة اللي انا عملتها. طبعا لو جبتوها بتجيبوها من عند العطار، او هتلاقوها في محلات المقلة. هتجيبي منها المقرمشات اللي هي بطعم الجبنة او بالشطة. طبعا اهم حاجة ما تجيبهاش بالطماطم، لان انت لو قليتيها بالمقرمشات الطماطم بتتحرق منك وتديها برضو ريحة يعني اللي هي بريحة الطماطم. فالافضل اللي انت بتجيبيها بالجبنة، زي ما انتم شايفين كده بتفرميها بالكبة او تعمليها كده بالخلاط، يا دوبت اللي هي بس هي تنعم معاكي. طبعا كمية بسيطة جدا، وتعمليها بالشكل دوت هتبقى مرملة معاكي، مش هتحطي اي توابل لان هي فيها توابل جاهزة. او معانا هنا الفراخ بتكسر عليها البيضايه، وبعد كده بتقلبيها بالبيض وبتحطيها بقلب الخلطه. هتبقى معاكي جاهزه زي ما انت شايفين كده بعد القلي. وبهنا والشفا، ويا رب يكون عجبك وصفه النهارده خلطه النهارده. وصفه سهله جدا وبسيطه ومش هتكلفك خالص، وبنفس الوقت تديكي طعم كنتاكي او كوكي. متنسيش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.